بالفيديو تصريح خطير من مدرب النمسا بعد تعادله أمام الجزائر، ويصفع صحفي مغربي استهزأ بالجزائر: شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت فخورا بالمنتخب الجزائري فيرجى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بعد تعادل منتخب الجزائر مع النمسا والتأهل لدور 32 من كأس العالم، قال مدرب منتخب النمسا في تصريح عقب نهاية المباراة: إن ما قدمه المنتخب الجزائري في هذه البطولة يؤكد أنه أقوى منتخبات البطولة بلا نقاش. فالمنتخب الجزائري بأنه يلعب بعقلية الكبار، يعرف متى يضغط ومتى يهدئ الإيقاع، ويملك شخصية لا تتأثر بالظروف ولا بالأسماء الكبيرة. وأضاف أنه كان متأكدا قبل المباراة أن المدرب بيتكوفيتش سيتعامل بذكاء مع اللقاء، وأشاد بشكل خاص باللاعبين رياض محرز ولوكا زيدان. وأكد مدرب النمسا أن تأهل الجزائر إلى دور 32 لم يكن محض صدفة أو نتيجة حسابات، بل هو نتيجة عمل واضح وانضباط تكتيكي كبير وثقة عالية في اللاعبين. وأضاف أن الجانب التحكيمي أصبح عامل قلق كبير، مشيرا إلى أن التحكيم في البطولة صار عاملا حاسما وليس مجرد جزء من اللعبة، معربا عن خوفه من تكرار سيناريوهات قد تضر بالجزائر في المباريات القادمة. وقال أيضا: لقد أظهر المنتخب الجزائري قوة استثنائية مع نجومه البارزين مثل رياض محرز الذي قدم أداء متميزا في الدفاع والهجوم، ولوكا زيدان الذي أبدع في تصدياته. المنتخب الجزائري أظهر أيضا توازنا بين الخطوط، حيث كان هناك انسجام وتفاهم كبير بين الدفاع والهجوم، مع أداء مميز من حارس المرمى واللاعبين في خطوط الدفاع، ما جعل الفريق صعب الاختراق وفعالا في الهجمات المرتدة. هذا الأداء الرائع وأسلوب اللعب المتزن والروح القتالية العالية أكدت للعالم أن الجزائر من المرشحين الأوائل للفوز باللقب، وأنه يقدم أفضل نسخة له في تاريخه بكأس العالم. الجميع الآن يترقب بحماس المباراة القادمة، حيث يأمل الجمهور الجزائري أن تستمر هذه الإنجازات وتتوج بالنجاح النهائي. كما دخل على الخط صحفي مغربي حاول الاستهزاء بمنتخب الجزائر، حيث قال بأن المنتخب الجزائري لا يستحق التأهل، وأن هذا التعادل كان متفق عليه منذ البداية. وجاء الرد من مدرب النمسا وقال: الجزائر تستحق التأهل بكل جدارة، حيث أكدوا في المباراة قوتهم، والتعادل في الدقائق الأخير دليل على ذلك.